النهاردة هنسافر بخيالنا لواحد من أقدس وأجمل الأماكن في مصر والعالم، دير سانت كاترين اللي بيقع في قلب جنوب سيناء تحت سفح جبل موسى. دير سانت كاترين مش مجرد مبنى أثري، ده أقدم دير مسيحي في العالم، لسه بيشتغل من غير ما يتوقف من وقت ما اتبنى في القرن السادس الميلادي بأمر من الإمبراطور البيزنطي جاستنيان. الدير اتبنى حوالين المكان اللي بيعتقد إن ربنا اتكلم فيه النبي موسى من شجرة العليقة الملتهبة اللي لسه موجودة لحد النهاردة جوه الدير. تخيلوا آلاف السنين والشجرة دي لسه شاهدة على التاريخ. الدير مسجل كموقع تراث عالمي لليونسكو، بيجمع بين 3 ديانات سماوية: اليهودية من خلال ارتباطه بقصة النبي موسى، المسيحية لأنه دير بيخدم الرهبان وبيحتوي على مكتبة ضخمة، تاني أهم مكتبة مخطوطات بعد الفاتيكان، والإسلام لأن فيه العهدة المحمدية اللي منحها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرهبان الدير لضمان حمايته. أما من الناحية المعمارية فالدير حصن قوي بأسوار حجرية عالية بتحمي الكنائس، وأشهرها كنيسة التجلي، وكمان في بئر يعتقد إنه بئر موسى وشجرة العليقة المقدسة. الرحلة لسانت كاترين مش بس تاريخ وروحانيات، لكن كمان طبيعة ساحرة. تخيل نفسك واقف عند سفح الجبل بالليل وسط سماء مليانة نجوم كأنها قريبة منك تلمسها بإيدك، إحساس عمره ما يتنسي.